طيب يا شباب، وعدنا من جديد ويا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد يا رب يكون سعيد عليكم. طيب احنا الفيديو بتاع النهاردة هنشرح ازاي الكونفينك بيشتغل، ازاي بنعمل كونفينك، ازاي بنشغل النت اصلا. تمام، هنشرح كل حاجة ببساطة عشان تفهم، عشان ما احبش الهبد، الناس اللي بتهبد انما الناس التانية على دماغي. تمام، فانت اسمع الفيديو لحد الاخر عشان هاخدك خطوة خطوة، طريقة التشغيل وطريقة الصناعة وطريقة كل حاجة واحدة واحدة. تمام، بس كل اللي محتاجه منك لايك، شير الفيديو، كومنت كده رايق زيك، وهي يلا بينا على الفيديو. وطبعا يعني دي قناة زي ما انتوا عارفين، يعني اعلان بسيط لنفسي كده. عندك هتنزل هتخش عليها هتلاقي قناة كيمو حاكم او كيمو اندرويد قصدي، هتلاقي فيديوهات نازلة طرش. قناة كيمو اونلاين هتلاقي برضو فيديوهات نازلة طرش، بص مروق عليك. بس كده يلا بينا على الفيديو بقى نبدأ. طيب هشرح بس حاجة بسيطة هنا. تمام، لو احنا مثلا جينا، احنا مثلا بنبقى مشتركين في الباقة اللي هي الكام، اللي هي ال 140 مثلا، يعني افتراضا. تمام، اللي هي 140 جيجا. تمام، اهي جيجا مثلا، اللي هو جيجا دي يعني جيم يعني جيجا مش جنيه. تمام، ال 140 جيجا دي لما بتخلص السرعة بتبقى عندك على 240 كيلو بايت. تمام، حلو، يبقى السرعة لما تخلص بتوصل لكام؟ ل 240 كيلو بايت. طيب يبقى الباقه بتبقى 140 جيجا، السرعه بتخلص بتبقى 240 كيلو بايت. يعني ما يبعتش رساله على الواتساب، او يبعت لو انت الوحيد اللي مشغل على الواي فاي. احنا بقى احنا مثلا جددنا الباقه دي يوم كام؟ يوم 1 في الشهر. فهتتجدد يوم كام؟ يوم 1 في الشهر الجديد. تمام، طيب خلصت يوم 15، هنعمل ايه؟ هقول لك هنعمل ايه. تمام، كل اللي علينا ان احنا نخلي السرعه، نخلي ال 140 جيجا بعد ما كانت كام؟ 240. تمام، نخليها ترجع للسرعة الأصلية لو كانت 10 أو 15 أو 20 ميجا في الثانية. تمام، طيب هنعمل ده كله ازاي؟ عن طريق بقى اللي احنا بنستخدمه الهوست. طيب الهوست ده بنجيبه منين؟ ده بيعتمد على مين بقى؟ على الشركة نفسها. مثلا افترض ان الشركة اللي بنستخدمها، تمام، انا مثلا مع الشركه دي. تمام، بنعمل ايه؟ الشركه دي مثلا بتبقى عامله حاجه على الواي فاي بتاعها، واللي هو مثلا موقع زي موقع التربيه والتعليم مثلا، اي موقع. تمام، الموقع مثلا افتراضا ده الموقع اللي هو ده مثلا يعني. تمام، بيبقى له حاجه مفتاح معين او حاجه معينه بالنسبه للشركه، بس عشان الناس تفهم، ده بنسميه هوست. ده احنا بنستخرجه من الموقع. تمام، بعد كده بنعمل عليه خطوات معينة عشان خاطر نتأكد ان هو ايه، ان هو صح وشغال 100%. تمام، طيب لو اتأكدنا ان هو صح وشغال في 100%، ساعتها بيبقى في حاجة بقى معينة. ثواني بس، تبقى في حاجة معينة، ايه هي؟ ان هل الموقع اللي احنا استخدمناه بتاع الموقع بتاع التعليم ده، هل وي مثلا او شركة النت مخليه ان هو يشتغل مجاني؟ يعني ايه؟ يعني ما يخصمش من كام؟ من ال 140 جيجا بتاعتك. تمام، ولا هل بيديك 10 جيجا في الشهر؟ عشان كده بتلاقي مثلا كونفينج بيقول لك يا اما تثبيت يا اما ليميت 10 جيجا. يعني ايه؟ يعني في موقع بتاع تعليم ممكن مثلا ايه، كل شهر يديك 10 جيجا. تمام، ممكن تلاقي موقع تاني او الشركة نفسها عاملة موقع ليميت صفر. بص يعني ايه؟ يعني مثلا افتراضا دي ال 140 جيجا اهي. تمام، لو صفر الموقع ما بيخصمش، يبقى ما يخصمش من ال 140 جيجا. طب لو 10 جيجا، يبقى يخلص ال 10 جيجا بعد كده يروح لكام؟ يبدأ يخصم من 140 جيجا. طيب بعد ما نتأكد بقى ان الموقع بقى تمام وكل حاجة فيه صح، بنعمل ايه؟ بناخد الهوست، بنستخدم حاجات معينة كده ما ينفعش اشرحها في الفيديو عشان ما يقفش. تمام، بنحوله كملف كونفيج، بنستخدمه عن طريق برنامج. البرنامج ده بيتصل بدولة تانية، واللي هو السيرفر. تمام، بيعمل ايه بقى؟ عندنا حاجة اسمها راوتر في البيت اللي هو مع كل الناس. تمام، ثواني برضه عشان اوضح. تمام، الراوتر. تمام، لما انت بتتصل بالتطبيق بيعمل حاجة زي في بي ان. تمام، هو في بي ان يعتبر اصلا، يعني بص هي الكلمة ما جاتش معايا قوي، يعني الكلمة مش عارف، مش عايز تعدل ليه، فاعتبر ان ده راوتر. تمام،
هو بيعمل حاجه زي في بي ان، فبيهيئ للراوتر اللي عندنا ان انت في دوله تانية، تمام. والكونفينك نفسه بيهيئ من الدوله التانية للراوتر ان احنا متصلين بالموقع اللي هو ايه، بتاع التعليم، تمام. تمام، الموقع بتاع التعليم. فاصبح الراوتر كده ظهر له ان احنا متصلين بايه، بالموقع بتاع التعليم. طيب لو الموقع ده صفر، يعني ما بيخصمش من الجيجات، فهيشتغل unlimited، مش هيخصم من الجيجات، او حتى لو الباقة خلصت مش هيخصم منها. طيب لو الموقع ده 10 جيجا، ساعتها هيبدأ يخصم 10 جيجا، وبعد كده هيقف مش هيشتغل معاك تاني، تمام. يبقى في حاجة، يا اما تثبيت جيجات ده بيفضل شغال معاك ما بيقفش، يا اما 10 جيجا بيخلص ال 10 جيجا وبعد كده بيقف، تمام. طيب يبقى هو الكونفنك بيعمل ايه، بيهيئ للراوتر، تمام، بيهيئ الراوتر ده ان احنا مستخدمين النت بتاع موقع التعليم، مش مستخدمين مثلا يوتيوب بس، بالعكس احنا مستخدمين اصلا يوتيوب. وصلت معاك؟ يعني هو كل اللي بيعمله ان هو بيهيئ له. يبقى اصبحت السرعة بدل 200، تمام، ثواني، بدل ما هي 240، تمام، اصبحت السرعة الاساسية، تمام، بتاع ايه، بتاع الباقة. ليه؟ لانه هيئ للراوتر ان احنا شغالين اصلا على الموقع بتاع التعليم. طيب هتقول لي انا ممكن اخد السيرفر، اخد الفي بي ان منك اشتغل بعد كده واقف. السبب ان في حاجه اسمها عدد متصلين على السيرفر، لان ده سيرفر مجاني، ففي حاجه اسمها عدد متصلين على السيرفر، تمام. مثلا 10، 20 الف، تمام. بتتحدد ايه، بتحدد قيمه السيرفر المدفوع. هتقولي طب انا اشتري سيرفر مدفوع، اقول لك لا خالص، اوعى تشتري سيرفر مدفوع، لان مدفوع او مجاني بيقف، تمام. في طريقه واحده بس اللي تقدر تشتري منها سيرفر مدفوع، ومش معايا انا كمان، عشان ما تجيش بس تقول لي انت بتقول كده عشان ناخدها منك، مش معايا ولا مع حد غير مع ناس معينه. اللي عايز يفهمها يجي لي على التليجرام وانا فاهمها له، لان انا ما ينفعش اقولها هنا، تمام. بس الطريقه المدفوعه فكك منها، ما تاخدهاش من حد غير حد معين، تعالى على التليجرام وانا اقول لك تاخدها من مين. طيب الكونفينك بيقف ليه؟ بيبقى في ضغط على السيرفر، فالسيرفر بيقع، فتحس ان السرعه، هو شغال اصلا بس السرعه بطيئه، يا اما في حاجه تانية اصلا. الكونفينك وقف نفسه. يعني مثلا شركه وي مثلا كانت عامله الموقع بتاع التعليم ده unlimited، يعني ايه، يعني ما بيخصمش من الجيجات، فشغال معاك، او 10 جيجا، يعني بيخلص ال 10 جيجا وبعد كده يقف. اصبحت ان هي عرفت ان احنا بنعمل كده، فبتروح موقفه كل ده. يعني ايه، يعني بتروح موقفه الموقع ده اصلا، لا بقى بيخصم من الجيجات، فالكونفيك نفسه بيقف. وصلت معاك؟ فانت كل اللي عليك ان انت اول ما نزل كونفيك تبدا تحمل الكونفيك اول باول تستخدمه، اشتغل معاك، تمام. طيب ليه بعض الكونفيكات ما بتشتغلش مثلا على شركه زي اتصالات؟ لان ده ممكن يبقى معمول له وي، عشان الموقع نفسه تبع وي. يعني ممكن مثلا وي يبقى عندها موقع مثلا زي اضواء مثلا بيشتغل مجاني، واتصالات ما عندهاش الكلام ده. ممكن تلاقي عند كل الشركات نفس الموقع واحد بيشتغل على كل الشركات. ف طب ليه مثلا ما بلاقيش لوي والاورنج والاتصالات زي، ما بلاقيش قصدي الفودافون واورنج واتصالات زي وي؟ عشان خاطر وي مسيطرة، واغلب الشركات التانية ما بتفعلش الخدمة دي، او لو فعلها يعني مفعلها فالهوست نفسه ما بيتصرفش. يعني ايه، يعني انت اصبر واللي جاي هيبقى جامد بالنسبة لك، تمام. انا نزلت الطريقة دي على القناة التانية ازاي بعمل الهوست، خش اتفرج عليه، او اسيبهولك في علامة الايفون، او اصبر الكونفنكات اللي بنزلها، اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان خاطر كل فيديو ينزل تلحق تحمل وتستخدمه. بس برضو نصيحة مني، حاول تستخدمه وقت مثلا ما يكون النت معاك خلاص في 1 جيجا، 1 جيجا ونص. اول ما يخلصوا، يعني قبل ما يخلصوا حمل الملف وخليه عندك، وبعد كده حمل الملف واعمله. هتقولي طب انت ليه بتحط اعلانات في قلب الملف بتاع الرابط؟ اقول لك لان انا بصور فيديو وبشحن نت وبرفع على النت، والهوك كونفينك نفسه، تمام. يعني انا اغلب الاوقات بشغل كونفينك زيك عشان تبقى فاهم، لان انا برضو مش مليونير بشحن الباقه كل شويه، تمام. فالكونفينك نفسه بيشتغل معايا، تمام. فبرفع كل ده وبتعب وبعمل لك كونفينك وبعمل لك وبصور وحاجات كتير قوي تاني، مش هدالك كده ببلاش. يعني انت بتديش حاجه ببلاش، انت نفسك شغال مش شغال ببلاش. فكل ده مقابل الاعلانات، تمام. انت بتخش على الاعلانات، انا باخد نسبه معينه وانت بتاخد الكونفينك، فاحنا الاتنين مستفيدين في الاخر. وضايف لك طريقه التحميل، انت لو نزلت في الوصف كده
عندي في الوصف بتاع الفيديو هتلاقي حاجه اسمها طريقه التحميل، تضغط على الفيديو هيعلمك ازاي تحمل، وهتعرف تحمل، وهتبقى انت مرضي وانا مرضي وكلنا مرضيين. بس كده، سلام.